السلام عليكم، يا رب تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة تاع كيكة مميزة فاخرة وراقية بمقادير مضبوطة وفي المتناول، بنينة وشهية تحمر الوجه. شوفوا كيفاش دايرة ما شاء الله، بقوام اسفنجي. ونزيد لكم هذيك الكريمة تاع الشوكولا بنة روعة، راح يهبلوا عليها ولادك ويهبلوا عليها كامل اللي يذوقوها، راح يسقسيوك اكيد على الطريقة اللي خدمتيها بها. نصليو مع بعض على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وبلا ما نفكركم في الجيم والتعليق الايجابي وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، وندوزو مباشره للمقادير نتاع الكيفيه. هذه الكيكه اللي حنديرها لكم تجيب التمر. عندي هنا حوالي 15 الى 17 حبه تاع تمر، يعني قطعتهم الى قطع صغيره، تخلصت من العظم هكذايا، نوعيه تكون شابه. عندي 4 حبات تاع بيض كبار او 200 غرام، و200 مليلتر من الزيت، و200 غرام من السكر العادي، و200 مليلتر من الحليب بدرجة حرارة المطبخ. وعندي هنايا شوية جوز مكسر كما راكم تشوفوا، كسرته يعني حبات وحده 4 حبات لا 5، قطعتهم هكذا قطع صغيرة كما راكم تشوفوا. وصاشي تاع خميرة كيميائية، وعطر الفانيلا، ومغرفة تاع حليب البودرة، ورشة الملح، ومغرفة تاع الخل اللي تكون كمحسن، والفارينة طبعا كما راكم تشوفوا. المقادير كامل كانت 200 مليلتر و200 غرام، احنا نضعفوا الكمية تاع الفارينة اللي هي 400 غرام. اول حاجة نجيب هذيك 200 غرام تاع الفارينة، ناخذ منها حوالي 3 مغارف ولا 4 تاع فارينة، نديرهم في هذاك التمر هكذا، باش التمر هذاك يحافظ على يبقى في الوسط تاع الكيكه تاعنا، ما يطيح لنا حتى لتحت. لو كان ما ديرولوش الفارينه راح يهبط لكم كامل في الكيكه نتاعكم. وتقدروا تستعملوها في اي اضافات تكونوا حين ديروها في الكيكه هكذا، باش ما يهبط لكمش مثلا الزبيب ولا يهبط لكم لتحت ويتحرق لكم هكذايا. ونخلط مليح. وزيد درت هنايا المغرفه نتاع الحليب طبعا، وهنايا الكيس تاع الخميره الكيميائيه هكذا. نخلطهم مع بعض باش من بعد نخلطهم كامل على جهه هكذايا. ودركا نجيب باش نبدا نحضر في الكيكه نتاعنا. بنينه بزاف هذه الكيكه، ننصحكم تجربوها. والمول هذاك اللي خدمت به تقدروا لما كانش عندكم اي مول يصلح لها. نكسر الحبات تاع البيض الاربعه اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وندير لهم قرصه تاع الملح، ونضربهم هكذايا بالباتور. ولا كان عندكم البيتخان تقدروا تخدموها بالفوي تاع البيتخان، راح تجي لاباس عليها. زدت هنا درت السكر ضربه واحده، والزيت كيف هكذايا كما راكم تشوفوا. القوام راهو يتغير، يعني شوفوا كيفاش ابيضت. زدت درت الكاس تاع الحليب وضربتهم كامل، خلطتهم مليح. وهنايا بقى لي غير نزيد نضيف. انا زدت درت هذاك الجوز ثاني معاهم هكذايا. ونبدا نضيف الاضافات الاخرى. اول حاجه ندير هذيك الفارينه، نغربلها، نتخلص من كاس الشوائب يكونوا فيها كما شفتوا، تخلصت من شويه شوائب كانوا فيها. وندير المغرفه تاع الخل، نخلطهم كامل مع بعض، ندخلهم حتى يتشربوا لي كامل القوام. وهنايا في هذه المرحله بعد ما تحصلت على القوام هذايا، نزيد نضيف التمر وهذوك شويه تاع الجوز اللي كنت ضفتهم مع التمر هكذا. وفي الاخير نتحصل على هذا القوام كما راكم تشوفوا، خفيف ما شاء الله، صح اسفنجيه وهي اسفنجيه. هاي ليكم. هنايا نروح نحضر المول نتاعنا. تقدروا تستعملوا اي مول، لان هذا المول خشين جا ما شاء الله، طيبها لي روعه، تدخل طروادي. هنا درت شويه زبده وزدت شويه فارينه وتخلصت من الباقي. ومن بعد جبت الكيكه، يعني الخليط تاع الكيكه نتاعي بعد ما كنت حضرته معكم، نفرغه في المول نتاعنا هكذا حتى نمسحوه كامل بلا سباتول. نتخلصوا كامل البقايا في الاناء. شوفوا شحال بقات لي، 1 سنتيمتر على المول تاعي باش يطلع لي ويجي لي شباب. اذا ونشعل الفرن مباشره، انا ما نشعلوش من قبل، يعني نشعل مباشره على درجه حراره 160 من التحت. ونحط المول تاعي في الوسط ونخليها طيب حوالي 40 الى 45 دقيقه على درجه حراره 160. من بعد نولي ليها ونروح نحضر الكريمه تاع الشوكولا. بالنسبه للمكونات تاع هذه الكريمه او الصوص، نص كاس زيت، نص كاس حليب، ونص كاس سكر، و3 مغارف تاع كاكاو، وهذه السويشيه تاع قهوه سريعه الذوبان. نجيب الميكسور او الطاس اذا كان متوفر عندكم. سينو كان عندكم البغا تقدروا ديروا في اناء غامق وتضربوه بالبغا. حطيت كامل المكونات، حليب وكاكاو وسكر وزيت. ونزيد هنا في الاخير هذيك السويشيه تاع
قهوة سريعة الذوبان نسكافيه ولا أي نوع، ونخليها تتخلط حتى تتجانس. نديرها في الخلاط هكذا كما راكم تشوفوا، كأنها جاتني كأنها كما الطل ولكن جات شوية سائلة. هاي ليكم نفرغها في الإناء اللي راح نفرغ به. تقدروا تفرغوها مباشرة في الكيكة. كيكة رائعة، ننصحكم تجربوها، راح تفرحوا بها. حتى إذا كانت عندكم زيارة عائلية ولا عند الجيران ولا تحضروها في وقفة، يعني سبيعة وهي طابت لكم. شوفوا كيفاش طابت لي من الفوق، لما طابوا الحواشي تاوعها وشميت الريحة في المطبخ رحت قلبتها وماذا طفيت لها من تحت شعلتها من الفوق، وكان هذا هو اللون تاعها المميز اللي خرجت لي به. نخليوها تبرد باش نفرغوها. انا هنا مازالت لي سخونه، شوفوا حرقتني في يدي، جاتني صعيبه باش نحيها. هكذا نحت لي بكل سهوله على كل حال، ولكن لا شفتوها تتلسع خليوها تبرد في غرضها باش تنحيوها. هنايا نجيب، شوفوا كيف خرجت لي ما شاء الله، كانها من الخيال، يعني تقولوا اسفنجه ما شاء الله، وطابت لي على لون واحد كما راكم تشوفوا. هنا نجيب صوص تاع الشوكولا ونديرها هكذايا، ونحاول نهزها باش تمشي لي هذيك الكريمه في جميع انحاء الكيكه تاعي هكذا. وشبحتها هنا بشويه جوز اللي كنت كسرته. بالنسبه للتزيين دائما يبقى اختياري على حسب الاذواق وعلى حسب الامكان. تقدروا تخليوها حتى ساده هكذا غير كيكه وحدها تجيب لنا روعه، لانه هذاك التمر اللي داخل راح يعطيها بنه مميزه جزائريه محضه ما شاء الله عليها. نفتحها معكم، شوفوا كيفاش جاتني خشيشنا الله يبارك. شوف كيفاش تقطع معايا بكل سهوله، طابت لي على لون الله يبارك، يعني واش نقول لكم رائعه بأتم معنى الكلمه. هكذا نحلو وحده مع بعض، شوفوها كيفاش خرجت لنا من الداخل وكيفاش كانت الوضعيه تاع التمر داخل الكيكه. هذه هي النتيجه النهائيه المرجوه في هذه الوصفه. شوفوا كيفاش جات الله يبارك، والتمر قاعد في الوسط ما هبطليش حتى لتحت باش ما يتحرقليش في الارضيه تاع، يعني في قاعده المول. اذا رائعه بأتم معنى الكلمه، خاصه لعشاق القهوه هذيك تاع الصباح وتاع العشيه اكيد راح يتشهاو فيها. شوفوا التمر كيفاش خرج لي، والكريمه تاع الشوكولا جات لماعه ما شاء الله. هذه هي وصفتنا نهار اليوم. ما تنساوناش جيم وتعليق ايجابي تشجعونا به، واشتركوا في القناه اللي ما كنتوش مشتركين، وتقولوا لنا رايكم في الوصفات اللي رانا نقدموهم لكم. انا ما بقى لي نقول لكم غير نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.